شو طائفتك؟ سؤال بينسأل بكل بساطة وكأنه بطاقة تعريف أهم من اسمك. طيب ليش؟ ومن أيمت صار انتمائك أهم من شخصيتك، أخلاقك أو حتى إنسانيتك؟ انتقلنا من سؤال من وين حضرتك لشو طائفتك. صار الوقت نوقف نسأل لنفرز ونبلش نفهم لنقرب. أنا شخصياً أول مرة سمعت كلمة علوي وسني ودرزي ما كنت أفهم شو يعني. كنت شوف رفقات المدرسة مثل بعض، بس فجأة كبرت وصار كل شي حوالي عم بيحاول يقنعني إنه في فرق، ببيت، بمسلسل، أو بشارع، أو حتى بنكتة. الطائفية ما كانت درس بالمدرسة، بس كانت سمع عم يدخل بين الشقوق. من زمان كان السؤال مغلف أكتر، من وين أنت؟ مو بدافع الفضول، بس ليفهم شو طائفتك من دون ما يسألك بشكل مباشر. بس هلأ صار السؤال أوضح والنية أوضح أكتر. بسوريا الطائفية ما كانت بس خلاف، كانت سلاح. من سنين ولهلأ الشرخ عم يكبر أكتر، مشاعر الحقد، الانتقام والخوف صار من يومياتنا. علاقات انقطعت وأحياء تقسمت والخوف انزرع بين ناس كانوا جيران. بسنة 1979 أصدر الباحث هنري تايفل نظرية الهوية الاجتماعية اللي بتقول إنه الدماغ بيميل لخلق مجموعات داخلية بحس بالانتماء لإلها، وبيعتبر الجماعات الخارجية تهديد وجودي، وهذا التحيز بصير تلقائي من دون إدراك. يعني الإنسان ما بيختار ينتمي، هو مبرمج إنه ينتمي. والمشكلة لما الهوية بتصير ضيقة بصير كل شخص مختلف عبارة عن خطر، حتى لو ما عمل شيء بصير الآخر تهديد، مو لأنه سيء بس لأنه ما بيشبهني. وهون بيكبر الانقسام وبتكبر العدائية. شفناها بلبنان بالحرب الأهلية، وشفناها بليبيا بالصراعات القبلية، وبجنوب أفريقيا بالصراع العرقي. لما تنخلق فجوة بين نحن وهنن بصير أسهل إنه نكره بعض، نسكت على الظلم أو حتى منبرره، وبالأخير مين بيدفع الثمن؟ الأبرياء. الطائفية ما بتنتهي بجملة تعال نحب بعض، بل بالوعي. الوعي الحقيقي هو اللي قادر يكسر هالنمط ويذكرنا إنه الإنسان ما لازم ينقص بانتمائه. وتذكر إنه شفنا كتير صراعات أهلية دامت لسنوات بس ما شفنا طرف انتصر. فلا تعمم ولا تسمح لحدا يعمم بوجودك، وعلم أولادك إنهم أولاد هالبلد وبس. بالنهاية الطائفية ما خلفت إلا الوجع، بس التفكير فيها ممكن يخلق وعي. فكر، مو لأنك مجبر بل لأنك إنسان، وخليك واعي بينك وبين حالك.